بس المرة دي كان في حاجة جديدة. وشها في المراية بدأ يتحرك قبلها بثواني، مش مجرد خيال، لأ، كانت بتشوفه وهو بيلف راسه ناحية الشمال. قبل ما هي تفكر تعمل كده خافت، لأ، استغربت. بس اللي حصل بعدها خلى كل حاجة تتغير. في الليلة اللي بعدها وهي واقفة في نفس الوضع، المراية بقت عاملة زي شاشة سودة. وشها مش ظاهر، بس في ايد خرجت من طرف المراية ومسكت ايدها اللي كانت مرفوعة. ما قدرتش تتحرك، ما قدرتش تصرخ. الايد كانت باردة جامدة كأنها معدن. ولما حاولت تشد نفسها سابت علامة زرقاء على ايديها، علامة شبه صوابع البشر لكنها رفيعة اكتر من الطبيعي. من يومها سمر بقت تقفل باب الحمام بمفتاح من بره وتحط عليه لزقة مكتوب فيها: ما تبصيش في المراية، هي مش بتشوفك، هي بتستناكي. اللي شاف العلامة على ايديها قال انها كدمة، لكن الدكتور قال لها جملة ما نسيتهاش: العلامة دي شبه بصمة بس مش لإنسان. دلوقتي قبل ما تبص في المراية اللي في حمامك النهاردة، اسأل نفسك: هو ده انعكاسك فعلا ولا حد تاني بيقلدك؟